ترى شو أنواع القهوة الفرنسية وكيف بتتحضر؟ فرنسا بلد الثقافة والأناقة والقهوة. القهوة الفرنسية مو بس مشروب أبداً، هي طقس صباحي رايق وهدوء لحظة صباحك. القهوة الفرنسية تتحضر غالباً بطريقة فرنش بريس أو فلتر القهوة. السر بيكمن بالطحن المتوسط للبن والوقت الطويل للاستخلاص ليخرج فنجان غني بالنكهة الكاملة والزيوت الطبيعية. ويا ترى شو أنواع القهوة الفرنسية وكيف بتتحضر؟ النوع الأول هو كافيه فلتر. نطحن البن طحن متوسط ومنحطه بفلتر القهوة ومنصب مي سخنة بالتدريج ومنتركه ليقطر الفنجان. أما النوع الثاني فهو الكافيه أولي، نص فنجان قهوة مفلترة نص حليب سخن بنخلطهم مع بعض لحتى تصير ناعمة ودافية. والنوع الثالث هو كافيه كريم، نفس طريقة القهوة بالحليب مع إضافة كريمة مخفوقة على الوش لتعطي تجربة أغنى. وأخيراً كافيه ألون، فنجان أطول بنصنع القهوة بطريقة الفلتر أو الفرنش بريس مع زيادة بكمية المي لتكون أخف وأطول بالفنجان. الفرنسيين بيحبوا الجلسة الهادية بالمقهى مع جريدة أو كتاب، وبيعتبروا القهوة لحظة مميزة جداً للتأمل والاسترخاء. وقهوة حسيب بتقدم لك نفس الشعور الفرنسي، التحضير البطيء والرائحة الغنية والفنجان يلي بخلي صباحك فن وهدوء مع كل شغفة. وانتو خبرونا، بتحبوا تجربوا القهوة الفرنسية بالفلتر لتستمتعوا بالنكهة الكاملة، ولا قهوة بالحليب أو الكريمة لتصير لحظة دافية أكثر؟ خلص فنجان القهوة لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد. ميرسي.